شامبر جه من فكره ان انا بحب الشخصيات الشعبيه، وشايف ان الضحك بيجي دايما من الشخصيات الشعبيه اكتر من الناس التانية يعني. فكنت بهزر مع مجموعه من صحابي كده بشخصيه الناس الشعبيين، وجت بقى فكره انه انا اعمل شخصيه شعبيه بقى من الهزار ده بس. وبدات اجرب ان انا اعمل حاجه شعبي، وعملت الشخصيه على اليوتيوب ولقيت الناس حباها يعني الحمد لله. عملت فيديو اسمه حشيش حاجه حلوه، وده كان اول فيديو لشامبر ان هو يعني انه يعرف الناس بيه هو بيشتغل ايه واسمه ايه، وهل اسمه شامبر ده بجد ولا اسم دلع يعني. بس بقى من هنا من الفيديو ده قررت بقى ان انا اعيش بشامبر شويه. ساعات لما تحب تعمل حاجه يعني تسمع، انك تختار حاجه اوريدي الناس بتشوفها كتير قوي ومحققه نسبه مشاهده كبيره قوي. وانا لقيت انه رامز اكتر برنامج واكتر حاجه الناس بتتكلم عنها في رمضان، فجات لي الفكره انه انا اعمل حاجه لرامز. كان عندي ازمه بقى في الموضوع دوت، انه رامز عنده بيظهر في الاخر في تنين. طب التنين ده ايه مكانه يضحك؟ ففكرت كتير قوي لغايه لما وصلت لموضوع السلحفه. بعد ما وصلت لموضوع السلحفه قررت بقى ان انا اعمل فيديو، لان كان دي ازمتي اساسا. يعني انت اول ما تفكر في برنامج رامز وتشوف هتعمل ايه، هتلاقي ايه البديل للوحش. في ناس كتير فكرت انها تجيب ماسك دبدوب وماسك قرد، فحسيت انه يعني الموضوع ما يشدش. فكرت ان انا اجيب حيوان بجد. طب ايه، اجيب ضفدعه؟ طب ما انا مش عارف اسيطر عليها. اجيب سحليه؟ طب ما هتمشي مني. تمساح؟ طب ما ممكن لو في تماسيح صغيره، طب بس هو مش هيسمع الكلام. لقيت الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى لطيفه وتضحك نعرف نسيطر عليها يعني السلحفاه. انا بعمل فيديو، هصور فيديو قريب، مش عارف احرق فكرته، بس هو هيبقى على البحر ومعايا عيلتي، عيلة شامبر يعني. مش عايز احرق اكتر من كده، بس هتبقى حاجه ان شاء الله مضحكه جدا باذن الله.